نقول لكل من يتهم الإسلام بأنه حط من قدر الإنسان، نقول له والله لم يرعى الإنسانية حق الرعاية إلا الإسلام، حق الرعاية، ولم يحفظ للإنسان آدميته إلا الإسلام. مش الإنسان المسلم بس، الإنسان بكل ما فيه، أيا كان هذا الإنسان، أيا كان هذا الإنسان، أيا كان دينه، أيا كان دينه، أيا كان لونه، أيا كان لونه. فحين خلق الله الإنسان كرمه قبل أن يكلفه، وهكذا نقول دائما، كرمه قبل أن يكلفه. قبل ما يبقى الإنسان مؤمن وكافر حاز التكريم الإلهي من الله، كونه خليفة الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة تعترض وتستفهم وتستعلم. نحن نعلم من طبيعة هذا الشخص، هذا الإنسان الذي قدرت خلقه، نعلم أنه يسفك الدماء ويفسد في الأرض. وهل كان ذلك بغائب عن الخالق تبارك وتعالى؟ كلا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومع ذلك كرمه